ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بالطبق الجميل ده. دي بطاطس مهروسه طعمه خرافه. هاتي نص كيلو بطاطس. تعالي ما اقولك هتعمليها ازاي. بجد حلوه قوي. تنفع معاكي فطار الصبح، هتقدميها مع غدا، تقدميها كمان في السحور بالليل. خفيفه وجميله قوي مع عيش صبح كده او عيش شامي. روعه. جميله وعيش محمص. ريحتها وطعمها خطير زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. بصوا، خطيرة، بجد طعمها لذيذ وخفيفة. وهي أكلة صيامي نباتية حلوة أوي. طبعًا بطاطس كتيرة أوي في السوق ورخيصة جدًا، ومن جمال طعمها هتعمليها كل يوم معاكِ على الفطار، أو حلوة أوي لسندوتشات ولادِك خصوصًا في أيام الصيام. يالّا مع بعض نشوف عملناها إزاي. وأنا هنا معايا البطاطس غسلاها قبل ما أقشرها وبعد ما قشرتها، ضروري جدًا. نبدأ نقطعها مع بعض قطعات عشوائية. أنا هاقطعها هنا مكعبات صغيرة، يعني كل ما تقطعيها قطع صغيرة كل ما تستوي معايا بسرعة. لو أنتِ عندِك بطاطس قرم صغيرة ما تقشّريهاش، اسلقيها وهي صغيرة كده قشّريها واهرسيها. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا طبعًا غسلتها تاني، وهابدأ أدّيها كوبايتين مَيّة سخنين، وهارفعها على النار. هاسيبها براحتها لحد ما تستوي وتنهري معايا خالص. كل ما تستوي أكتر كل ما تكون طعمها أحلى وسهل إن أنا أهرسها بمنتهى السهولة. كده تمام، أصفّيها ونكمّل وصفة. هنجيب كده مع بعض القلاية اللي هنشتغل فيها، أحط فيها حوالي 4 معالق زيت، وأنزل عليها بمعلقة توم كبيرة. التوم مهم جدًا، جدًا في الوصفة دي، وبمعنى أصح أساسي في وصفتنا النهارده. هابدأ أشوّح التوم مع الزيت كده، مجرد بس ما يدبل معايا هانزل عليه بمعلقة كزبرة ناشفة. كزبرة ناشفة خطيرة مع التوم يا جماعة. أشوّحه كده وأدّي له برضه معلقة كمون صغيّرة. بمعنى كل ما أحط بهارات أشوّح شوية. هنا بقى هانزل برشة ملح، وما ننساش أهم مكون معايا معلقة الكركم. دي معلقة كركم صغيّرة تدّيها لون حلو وطعم جميل، وكمان مفيدة جدًا لأولادنا. وهنا لمّا أشم البهارات مع التوم هاكون مجهزة حزمة كزبرة على بقدونس، غسلاها ومقطعاها قطع صغيّرة جدًا. حلوة أوي مع التوم يا جماعة، وبتخلّي البطاطس تروح مكان تاني خالص. أفضل أشوّح فيها كده وأنزل عليها بالبطاطس بتاعتنا المسلوقة، ومعلقة بابريكا صغيّرة. أشوّح كلّه مع بعضه، وهي وعلى النار أبدأ أهرس فيها. طبعًا البطاطس زي سوايل مع كمان الخضرة. الريحة خطيرة، سهلة تتهرس معايا. بُصّوا جميلة إزاي، خطيرة، الريحة جامدة جدًا. أفضل أهرس فيها وهي لسه على النار لمّا أحس إن نعمت معايا وكمان تقلت معايا. وكده أضبّط ملحها لو عايزة ملح أو حاجة. كده وصفتنا خلصت، يالّا نقدّمها مع بعض. وده شكلها هي لسه سخنة. قدّميها بالطريقة اللي أنتِ عايزاها. إحنا قدّمناها بشكل المطاعم، تلاقي المطعم كده قدّامه السيرفيس بالمنظر ده. ممكن كمان تحطيها في بولات وتقلبيها أشكال حلوة لأولادنا، برضه حلو في التقديم. ضبطنا كده وشّها، وهنجيب شوكة ندّيها أشكال خطوط بالمنظر ده. طبعًا شكل الطبق بيفتح النِفس قبل طعم الأكل، صح؟ كده ونجنّشها بشوية خضرة، كزبرة وبقدونس، وندّيها رشة شطة لو أنتِ عايزاها spicy شوية، أو شوية كزبرة تبقى جميلة جدًا. وده شكلها بُصّوا خطيرة. هي لسه سخنة بس ريحتها جامدة. تنفع معاكِ بقى وجبة، أكل صيامي، ساندوتشات، حلوة أوي، أوي. تقديمة طبق زيادة على سفرتِك حلوة أوي كمان مع المشويات. تبقى خطيرة جدًا. شايفين؟ حلوة أوي. حلوة مع عيش محمص، مع عيش شامي، مع عيش طري، الموجود عندِك. عملنا طبق بجد من نُص كيلو بطاطس. عملنا طبق حلو جدًا، جدًا، شكله يفتح النِفس، وطعمه كمان مش قادرة أوصف لكم، خطير، حلو أوي. يالّا بقى اعملوه على طريقتي، هيعجبكم جدًا، جدًا. ألف هنا. واوعوا تنسوا لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت تشجيعي، ولو مش تابعيني تابعوني وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. تقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في وصفاتي. ألف هنا وكل سنة وأنتم طيبين. مع تحياتي ميري أنور. سلام.